هاي جايز، تعالوا النهارده نريفيو شريمب اناتومي. هو موجود في التجمع على ما اعتقد. المطعم عامل ميكس ما بين لبش وكلامز اند كلوز. يا ساتر يا رب يا ساتر. الحوار داير في ايه بقى؟ البنت دي كانت رايحه تاكل لقمه مع اصحابها في التجمع الخامس، فبتقول لك مره واحده هناك لقينا لبش ده داير ما بين مين ومين بقى، وفي هناك عوق بقى ولبش، والدنيا هناك بايظه خالص. الدنيا دايره في ايه والحوار ماشي في ايه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هاي جايز، تعالوا النهارده نريفيو شريمب اناتومي. هو موجود في التجمع على ما اعتقد. مبدئيا كده هاي جايز، النهارده نريفيو شريمب اللي في العجمي اللي موجود في التجمع الخامس. اولا العجمي في اسكندريه والتجمع الخامس في القاهره، فايه اللي جاب التجمع الخامس في العجمي انا ما اعرفش. اللي انا عاذرها في حاجه واحده بس، اللبش اللي داير في المكان مأثر على دماغها، مأثر على تفكيرها، كلام تايه منها. ايه دي وهنشوف الدنيا فيها ايه. المطعم عامل ميكس ما بين لبش بتقول لنا المطعم هناك فيه لبش وكلامز ما بين عيل اسمه كليمز اند كلوز. وعيل تاني كان بيركب لمبه الووز. كليمز ده تقريبا صاحب المطعم، والواد اللي كان بيركب اللمبه الالووز تقريبا طلع يركبها، كان في تحتيه ترابيزه اكل، فتقريبا اللمبه الالووز نزلت فرقعت في طبق الزبون، فقام لبش بقى هناك ودنيا وليله وغير لي الطبق. تقريبا بقى ده الحوار داير في كده. تعالوا نكمل القصه مع بعض ونشوف وصلنا لايه. اول حاجه جربناها كانت الكيجن فرايز. اول حاجه جربتها بتقول لنا البطاطس الكيجي. البطاطس الكيجي دي البطاطس اللي لسه في كيجي، بتبقى بطاطس صغننه لسه ما كبرتش، كيجي 1 او كيجي 2 ما اعرفش لسه. بجد كانت سيئه. it was so cool. تقول بجد كانت سيئه جدا، نفس الوقت كانت سو جود. منين سيئه جدا ومنين سو جود جيده جدا؟ انا ما اعرفش. تقريبا بقى اللبش اللي في المنطقه هناك او داير حواليهم عامل لها خلل في الدماغ، خلقها بيخليها تقول كلام مش مظبوط. ما علينا، كملي. ما كانش عليها اي كيجن سيزنينج. ما كانش عليها كيشة سيزنينج. اللي بعده بعد كده بالتوردر صوص كانت احسن بكتير. بعد كده كانت بالتارتر صوص، ده كان احسن بكتير. التارتر صوص دي اللي هي يعني لها صوص كتير قوي، زي حته فلاحي شويه، من كتر الصوص اللي عليها هي عماله تطرطر صوص عليهم، تطرطر صوص يعني تنزل صوص كتير، يعني طريقه فلاحي قوي في الالقاء. ما علينا. اللي بعده بعد كده الفرايد شريمب. بعد كده جابوا الفايف شريمب. الفايف شريمب ده اللي هو ايه، 5 جمبري. ايه بالظبط كده، 5 هي نفس الحاجه يعني. وكان بصراحة لذوذ يعني شغال. وبعد كده الفيش اند شيبس. بعد كده بقى فيسا شيبس. هو تقريبا دي بدايه المشكله بقى، فيسا في الشيبس، حصل فيسا في الشيبس، دي تقريبا بدايه الحوار بقى. معاكي كملي. انتوا شايفين الويتر بيبتدي يحط الاكل هي بقى بتقول هنا الويدر ده اللي هو ايه؟ في اختصار عن لازم كمصريين نقعد نفتكس في الكلمه. هي معناها الواد ده. هنا الطبيعي بتقول لك فالواد ده حط الرز اهو، يعني كحاجه ايجيبتي شويه. الويدر فاختصار لكلمه الواد ده. اللي بعده يبتدي يحط الاكل كله كده على الترابيزه ومفيش اطباق ولا حاجه. حط الاكل بقى بالمنظر ده، بيقلب الرز على الترابيزه، وده برضو نتيجه اللبش اللي في المنطقه واللي في المكان. ان هو قال لك انا لسه هنزل اطباق، يحصل قصه ويحصل موال وبتاع. العركه لو قامت محدش هيلحق بقى يلم اطباق ونغسل وندخل مطبخ. قال لك هنرمي لهم على الورق بتاع الجرايد على طول مره واحده، خلاص بقى على الله. نفس الوقت الزبون مش هياخد الاطباق ويجري، فيبقى هو ما خسرش. قال لك لو العركه قامت لبش زاد في المكان، يبقى انا عن نفسي ابقى اخدت حسابي ما يلفوا ورقه الجرنان في الاكل وياخدوه ويهبقوا على طول من المكان، ان ممكن يحصل بوم 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 وازاز حاجه ساعه تتحدف وليله. فاحنا عايزين الموضوع يعدي على خير. بس بصراحه I really enjoy these types of meals. They're really like intimate كده وبيخلوك get closer with the people you're eating with. احنا جربنا الكريمي شريمب والكيجن والشريمب اناتومي. ايوه تقريبا دي بقى اسماء العيال اللي عامله لبش هناك في المنطقه، اسم كل واحد وعنوان سكنه ورقم تليفون ورقم بطاقته. الكريمي شريمب والكيجن والشريمب اناتومي. الاسماء واضحه قدامنا اهي. الناس اللي عامله لبش هناك الكريمي شريمب، الواد كريم شريمب، والكيجن والواد كيجن، والشريمب اناتومي، والواد عجمي. دول الثلاثه اللي عاملين حوار هناك في المنطقه. الكورن نفسه ما كانش حلو لانه كان محتاج يستوي. الكورن نفسه ما كانش حلو قوي وكان عايز يستوي، بس هي بتدينا ايحاء وهي بتاكله مش نفس الكلام اللي هي بتقوله. هي بتاكله كانه مهري مش مستوي، بتقول ان هو مش مستوي، بس سبحان الله طريقه الاكل وهي بتحط كف ايديها كله جوه بقها، هو يبان ان هو اتهرى مش استوى، بس بتقول كلام وبتعمل عكس الكلام. overall ادي شريمب اناتومي 7.5 من 10. هنا بقى تقريبا خناقه خلصت، فهي بتقيم الخناقه، يقول لك تقريبا اديتهم 7 من 10. ودافني احسن من كلامز اند كلوز. الواد دافني كان احسن من الواد اللي هو ايه ركب اللمبه الالوز في العجمي. هي الخناقه خلصت. معلومه اخيره بقى عايز اقولها لكم، المكان ده اللي بتاكل فيه في ميزه جميله قوي. اول ما بيخلصوا اكل بيلموا ورق الجرايد دي كلها وبيفرشوا لك ورق جرايد جديد تماما وبيحطوا لك عليه رمل. حضرتك بتروح طالع انت والشله اصحابك تشخوا، تروحوا تردموا مكانكم تاني بعد ما تخلصوا وتقوموا تحاسبوا وتتكلوا على الله. فطبعا يعني خدمه برضو جديده وحلوه قوي.